كل طالب حس بصعوبه الدي ان ايه وحس ان ده موضوع صعب، اعرف ان ليك زميل، وان الزميل ده هياخد الكلام ده قدام عينك في شهر 3 وشهر 4 وهيوصل لنفس المرحله دي قدام عينك بس في شهر 4. يرضيك لو انت بدلت المواقع بقى، لو انت اللي كان بيضحك عليك واتعمل لك معسكر، وليك زميل كان مع الدكتور مجدي وما نبهكش. حب لاخيك ما تحبه لنفسك. حب لاخيك، لازم نحب بعض. لازم تقول لزمايلك هذا الكلام عشان يلحقوا يسمعوا الكلام ده. ده مش عشان الدكتور مجدي يكسب فلوس ولا طلبه كتير تسمعه، هم هييجوا هيسمعوني. ما ده حصل السنه اللي فاتت، انا مش بقول ده، هيجي وهيسمعني قولا واحدا. يبقى ليه تضييع الوقت؟ يبقى انشر الكلام ده واكتب في التعليقات، قول رقم واحد الدكتور مجدي كان محق جدا انه ما يعملش معسكرات، لا للمعسكرات. عارف بقول لك قول الكلام ده ليه؟ عشان كل مدرس بيدي لك عمل معسكر نحرجه بالراحه، نحرجه، نقول له انت اخطات في حقنا، اجري بينا في المنهج وخلصنا المنهج باقصى سرعه ممكنه، بشياكه وبذوق وبادب، ونحفظ له كل التقدير وكل الاحترام، لكنه اخطا في حقك. اي ماده اتعمل فيها معسكر هذا حرام وهذا لا يرضي الله، وانا قلت الكلام ده. فرقم واحد تقول كده لا للمعسكر قدام عينك لانها لا ترضي الله. الدكتور مجدي كان عنده حق، وكل مدرس عمل معسكر اكتب كده لانهم بيقروا الكلام ده كله عشان ينتبهوا ان هم غلط عشان يخلصوا لك المناهج بسرعه. يبقى دي رقم واحد. رقم اثنين، وان الدكتور مجدي بيشرح الدين ايه بطريقه قدام عينك صح جدا، وان ترتيب الوزاره كان غلط، وترتيب الكتب الخارجيه غلط، وترتيب ملازم المدرسين كان غلط. لازم تقول الكلام ده عشان ننبه عيل مسكين هيدفع فلوس ويشتري الكتب وهيرميها في الزباله ولا هيستفيد منها حاجه. يبقى ده كلام يرضي ربنا. لازم ننشر الفكر ده. والله الذي لا اله الا هو، انا لا تنقصني شهره ولا تنقصني فلوس، وطلبتي انا عقبال ما اشوفكم زيهم في كل المجالات، في كل المجالات في جمهوريه مصر العربيه. افهموا انا بقول ايه؟ افهم. فالكلام ده مش عشان مجدي فوده يزداد شهره، مش صغير لسه بكون نفسي وعايز الشعر ابدا، لكن انا شايف اولياء امور غلابه وطلبه غلابه عمالين يدفعوا فلوس وبيضحك عليهم وهيتبهدلوا في الماده دي، هيتبهدلوا في الماده دي. بس مفيش هدف تاني ننشر هذا الكلام، دي امانه انا بامنها لكم.